سؤال يا حمدي، أمورنا يا باشا. لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة موجود والسلام. ايش كان سوى؟ كان ادى مين اول؟ لو كان موجود مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحه، مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحه. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجه الناس كلها تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي لو الرسول موجود. عليه الصلاة والسلام. موجود اروح اصلي. انا ما بصليش، انا ما بصليش، اكذب عليك؟ ولا بصلي ولا بصليش. بس طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام امامك امامي؟ ايوه ايش تقول له في دقيقة؟ يعني اجري تحت رجليه وابوسها. عبقرية ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف، سؤال صعب. لو أتمنى مجالسة النبي، يعني الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع، لو علي أنا ياخذ بيشته يشيلني من الدنيا هاتي، لو علي، لو على حسابي. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. امين. ابوس رجله وابوس ايديه واقول له يا راجل عليه الصلاه والسلام، اقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاه والسلام. الله يفتح عليك. الله الله، ده انت قلت حاجه جميله قوي. اصلا انا مشتاق اشوفه. صحيح انا خجول منه ومقصر واشعر بالذنب واشعر اني ما استحق اكون في حضرته، بس انا احبه ومشتاق اشوفه، يعني مش ههرب. اول شيء هعمله اني سانزل واقبل قدميه صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال الأخير أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ مش عارف، نفسي يعني، لا صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام مش عارف اتكلم، بتهيألي يعني عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني مهما حاولت ادور على الألفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا، مش عارف.